اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض كشري سهل وبسيط، كشري الحله الواحده. سمعنا عنه كلنا، يلا بينا نشوف بيتعمل ازاي من غير بقى حلل كتير ومواعين كتير ولخبطه في المطبخ. لا، هنعمله في حله واحده فيها كل المقادير بتاعه الكشري. اول حاجه طاسه على النار وبحط فيها كميه زيت حلوه لان الزيت ده هيكمل معانا وهنعمل بيه كذا حاجه. فاول ما الزيت يغلي بنزل بالبصل مقطعاه دواير كده رفيعه. وطبعا انزل بالبصله لما الزيت يبقى سخن علشان البصل ما يتبلش وينزل ميه وما يقرمش. وبفضل بقى اقلب فيه كده حبه حبه لحد ما الاقي لونه بدأ يبقى ذهبي. ما سيبوش على النار عشان ما يتحرقش مني، لا افضل اقلب فيه كده كل ما يبقى حبه وشهم احمر بقلبهم زي ما احنا شايفين كده لحد ما يوصل ان كله يبقى لون واحد اهو كده. بطلعه بقى من الزيت وبصفي الزيت وبحطه في بولة عشان هنستخدمه. هنا اول حاجة هبدأ بيها الحمص لانه هو اكتر حاجة بياخد وقت في السوى. في حلة على النار بحط فيها مية، اول ما تغلي بنزل بيها بالحمص. الحمص ده نقعاه ساعة في مية سخنة قبلها عشان ما ياخدش مني وقت في السوى. وبنزله في المية السخنة وبضيف له ملح وكمون وبغطيه وبسيبه لحد ما يستوي. ومقدار الحمص هو مقدار باقي المكونات اللي هي كوباية او بولة او طبق، اي حاجة تعايري بيها. بس المعيار كل حاجة في الوصفة تبقى المعيار هو. هنا بقى الحلة اللي هنعمل فيها الكشري. هنا الزيت ده اللي انا صفيته من البصل اللي حمرناه. بحط كمية كده في الحلة. واول ما الزيت يسخن معايا بقى كوباية شعرية نفس معيار الحمص وهيبقى نفس معيار باقي المكونات. بحمر الشعرية بس اهم حاجة ان هي ما تاخدش معايا لون غامق، تبقى فاتحة بالشكل ده كده عشان لسه هتتحمر معانا تاني. وبعدين بضيف كوباية رز اللي هي نفس كوباية الشعرية وبحمرها مع الشعرية. عشان كده قلنا ما نحمرش الشعرية قوي عشان لسه تتحمر مع كذا حاجة علشان ما تغمقش وتغمق لك الرز وتغمق الطبخة كلها. فنخلي الشعرية فاتحة يا دوبك تاخد لون ذهبي فاتح جدا. حمرنا الرز مع الشعرية تمام. عندي هنا كوباية عدس. العدس ده برضو مغسول ومنقوع ساعة علشان برضو يستوي معايا بسرعة ما يغيبش في السوا. بقلبه بقى مع الشعرية والرز، بحمرهم شوية مع بعض. ومعايا كمان كوباية مكرونة عقل صغيرة. بقلبها تقليبة كده مع الرز والشعرية والعدس، بحمرها معاهم شوية. بعدين بقى بضيف الملح، بظبط بقى الملح زي ما انا عايزة، وكمون ومرقة فورية، باكت مرقة فورية وفلفل اسمر، معلقة صغيرة من كل بهار. وبعدين بضيف مكرونة سباكيتي بقى بكسرها كده حتت صغيرة. وبعدين بقى بضيف المية المغلية، لازم المية تبقى مغلية، مينفعش احط مية باردة لان هلاقيها عجنت، لازم مية مغلية. بغطي بقى الكشري كده كأني بقى هعمل رز. مقدار المية زي ما بحط مقدار مية الرز عادي، بغطيها كده بمقدار عقلة وبقلبه كويس عشان الملح والبهارات اللي انا حطيتها تمام كده. بغطيها بقى وبسيبها لحد ما تتشرب، بعد كده اوطي عليها. هنا بقى الحمص معايا استوى تمام كده. بعدين بقى نعمل صلصة الكشري. معايا هنا بقى الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة، حطيت برضو كمية زيت حلوة. وهنا بصلة مبشورة بنحمرها كويس في الزيت. بنحمرها لحد ما لونها يبقى ذهبي، مش بتبلها، انا بحمرها خالص لحد ما توصل معايا للون ده كده. بعدين بترشها بمعلقة صلصة، بقلبهم كده بسرعة عشان ما تتحرقش. واكون محضرة لتر طماطم معصورة عادي في الخلاط. وبعدين بقى بضيف الملح، بظبط الملح بقى على حسب ما انا عايزة.
وبضيف باكة مرقة فورية. المرقة الفورية بتفرق قوي في طعم الصلصة. بقلبهم كويس، ولازم معلقة سكر صغيرة، دي اللي بتضيع حموضة الطماطم، بتخلي الطماطم طعمها حلو قوي مسكر، بتفرق جدا برضو في طعم الصلصة بتاعة الكشري. وبسيبها لحد ما تتسبك اهو بالشكل ده كده، اتسبكت تمام. وهنا عندي بقى الكشري بتاعي استوى. بصوا مفلفل ازاي، مش معجن ولا حاجة. بصوا جامد ازاي، سهل جدا، مفيهوش مواعين كتير. هنعمل الطشه بتاعه الصلصه. معايا 3 4 فصوص ثوم مفرومين ناعم في طاسه على النار، في معلقه زيت، وبشوح الثوم لحد ما لونه يصفر شويه. وبعدين بحط بقى الملح والفلفل الاسمر، وبضيف كمان معلقه صغيره بابريكا وكمون، وبقلبهم مع بعض كويس لحد ما التومه تتشوح شويه. البابريكا هنا بتدي لون حلو جدا للتومه، ريحتها جامده جدا. تمام كده، لونها بقى حلو. بنزل بمعلقه خل، دي بتعلي تيست الصلصه جدا، بتنقل الصلصه في حته تانية خالص، بتبقى شبه الصلصه بتاع بره بالظبط. وبطشها بقى على الصلصه بتاعتي اللي انا عملتها اللي اتسبكت. تمام كده الصلصه. نعمل بقى الدقه. طاسه على النار فيها زيت ومعلقتين كبار توم مفروم، بحط فلفل اسمر وملح وكمون، وبشوحها كويس قوي لحد ما تاخد لون ذهبي. وبضيف لها بقى تقريبا ربع كوبايه خل، وبقلبهم كويس. وبحط نفس مقدار الخل، بحط ميه، بس ميه تكون سخنه، وبقلبهم كويس قوي مع بعض. تمام كده الدقه بتاعتي خلصت. هنا بقى هنعمل الصلصه الحراقه للناس اللي بتحب الحاجه الحراقه. معايا طاسه على النار فيها زيت ومعلقتين كبار شطه وملح وكمون وفلفل اسمر، وبقلبهم كده على النار، على نار هاديه مش على نار عاليه علشان ما تتحرقش. اول ما تبتدي كده تغلي معايا، بنزل عليها بكبشتين من الصلصه اللي احنا سبكناها مع بعض للكشري. وتمام كده الصلصه الحراقه بقت جاهزه معايا كده. تمام، عملنا كل حاجه. نبدا بقى نرصها كده في صينيه او في اطباق زي ما انا عايزه. بحط الكشري من الحله، وبعدين بحط الصلصه عليه والعدس والبصله من فوق زي ما احنا شايفين كده. سهله جدا، ما اخدتش معايا وقت، من غير مواعين كتير ومن غير بهدله. الكشري دايما مربوط بالمواعين الكتير وبالحلل الكتير، لا احنا عملناه بحله واحده وبطريقه سهله. اتمنى تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك واشتركوا في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.